ايه ده؟ امال فين هنا؟ انتي فين يا هنا؟ تعالي يا سالي انا هنا. صباح الخير. صباح النور. بموت في جو الشتاء، بحس انه فصل انجازات وسعاده. وانا كمان، وبالذات لما يكون في مطر. عندك حق. حلوين قوي على فكره. عجبوكي؟ تفتكري هتعجبهم؟ اكيد. بقول لك ايه، انا هدخل اخد شاور عشان الحق الشغل. اوكي. قمر يا سوسو. حبيبتي يا هنا، بس النهارده يوم مهم جدا في حياتي، بس نفسي الاقي فرصه واحده. يا رب تلاقي الفرصه اللي انت عايزاها يا رب. يا رب يا هنا. قولي لي، ده ولا ده؟ ده بيكون احلى عليك. اوكي. انت عارفه الثقه بالنفس دي اهم حاجه. طبعا الثقه بالنفس دي اهم شيء. الحمد لله انا ولا مغروره ولا عايزه اعيش حياتي احلام يقظه. انا رايحه الشغل بقى، ماشي؟ هشوفك بالليل يا قطه. باي باي. باي باي يا سوسو. الو. ايوه يا سالي. اين جوان؟ انتي فين؟ لا انا في الطريق جاي اهو خلاص. طب ما تتاخريش. اوكي. باي. باي باي. دينا جوان أكتر واحدة بتصعب عليا، برغم إنها شخصية فيها مميزات كتير، بس مشكلتها إنها مش واثقة في نفسها خالص ودايما بتغير مني. أما ده بقى أستاذ عمرو، صاحب الشركة اللي أنا بشتغل فيها. الاسانسير وصل. انت شفتي التصاميم الجديده اللي هينزلوها على الكمبيوتر بتاع المكن؟ شفتها جميله. يا بنتي اساسا ما عجبتنيش. انا عايزه اقول لك ان احنا ما بنعملش اي جديد، احنا بننافس 10 شركات كله بيقلد بعض، بنغير بس في الالوان. المفروض يبقى في حاجه كده تشد المستهلك. انت عملتي الحاجة اللي تشد دي بقى؟ طبعا انا عندي شويه تصاميم لو اتنفذت في الشركه هتغير مصير الشركه كلها. تصاميم كده فيها انوثه انت عارفه طبعا الستات بتحب الانوثه البارزه دي. انا عايزه اقول لك ان ممكن المستهلك نفسه يتصدم لو فعلا عملنا التصاميم دي. هنغير مصير الشركه تماما واحنا مش هيبقى في قدامنا منافس اصلا. وصلتي يا سالي؟ قصدك وصلنا. ايه كده يا ستي؟ صباح الفل يا استاذ زين. صباح الفل يا هيم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح الخير يا فندم. اتفضل. الكابتشينو بتاعي هنا. انا الاثنين دي. صباح الخير يا زين. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور يا استاذ. عودك جميله جاهزه. يا رب اوصل. ده بقى زين،
وده أكتر واحد فارض وسيطر عليا في حياتي. مش وحش إن حد يحبك، بس وحش إنه يفرض نفسه وسيطر عليك. بس هو طيب جدا. صباح الخير يا زين. صباح الخير يا سالي. دي بقى مروة، أكتر واحدة عندها خبرة في أنواع الدايت في العالم، لكن ولا مرة خست. كل 6 شهور الشركة تشتري كرسي جديد بسبب. صباح الخير. صباح الخير يا سالي. ايه يا حبيبتي، تعالي خديك سندوتش الحي عشان تحفة. ايه يا حبيبتي انا سبقتك. بس انا هفتنى بقى وبعمل دايت اليومين دول وحالتي بالبلد. واضح طبعا. طب بقول لك ايه، انا هسيبك بقى مع سندوتشات. ماشي يا حبيبتي. يلا باي. باي باي. والحياة بقى لونها بمبي وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي. ده حسن جوز صاحبتي هند، بس بصباص قوي ودايما ياكلني بعينيه. صباح الخير يا ابو علي. صباح الفل يا عم النادي الاهلي يا جامد انت يا جامد. ما شاء الله. يا مسهل الحال يا رب. صباح الخير يا فندم. سعادتك بتشهد على طول بن عبد المعبود. انا جبت لك عبد المعبود زي ما صباح القشطه. ربنا تمري باي كلمه ثانيه. لا عايز شاي لا عايز قهوه. الناس اللي بيجوع هجيب له ده ماشي فتره يا ابني. النسكافيه بتاعي يا هيما. حاسب عشان هتنزل المحطه الجايه. يلا حبيبي. حاضر يا استاذ. وخلي بقى معاك واحد فراوله بقى يا هيما. مين بقى اللي بيستظرف على الصبح ده؟ اوكي باي باي. محمود شوف لي البت اللي كانت معانا في الاسانسير دي واعرف ايه موضوع التصاميم الجديده. لو كلامها طلع صح مفيش مانع ننزل شغلها يعني. تصاميم ايه يا ريس؟ ده الشغل خلاص، المفروض ان بكره اول يوم في الانتاج. وبعدين البنت دي شكلها بقى على الفاضي، ما بلاش في الشغلانه غير سنه واحده. مش هنخسر حاجه يعني لو شفنا شغلها، ولو كلامها طلع صح ننزل شغلها. حاضر يا ريس. ممكن افهم ايه اللي في العلبه دي؟ فيل. بص يا زين، انا فهمتك 100 مره ان لا يمكن يكون في حاجه بينا. فهمت؟ انت الخسرانه على فكره، بس برضه بموت فيك يا جميل. تشرب حاجه يا استاذ زين؟ زفت. عايزها زفت ساده ولا زفت على الريحه؟ اي حاجه يا عم. طيب اللي قول لي بالحق يا استاذ زين، العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي يا هيما. ايوه. لا امسك اهو امسك. العلبه دي يا هيما. ايه يا استاذ زين في ايه؟ فيها فيل. ايه جو توفيق تاني ده؟ قالش يا ادخل. خير يا باشمهندس محمود، حضرتك طلبتني. ورينا ست التصاميم اللي انت وجعلنا دماغنا دي. ثواني اكون عند حضرتك. تمام. هايل هايل. اتفرج. كويس جدا. اوكي مبروك يا سيدي، اعملي حسابك من بكره هتكوني مكان زين في قسم التصاميم، والتصاميم هتتنفذ الموسم ده. ميرسي قوي حضرتك، ميرسي جدا يا فندم. ميرسي يا باشمهندس عمرو، ربنا يسلمك. سيد زين، مش تقولي مبروك؟ مبروك يا سيد، بس على ايه؟ انا من بكره هبقى مكانك هنا في قسم التصاميم،
باشمهندس محمود شاف التصاميم بتاعتي وهينفذوها الموسم ده. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. خير يا عم فالنتين. شفت اللي حصل؟ سيدي هتقعد مكاني من بكره وانا هاجي هنا مع في المكتب. مش قلت لك دي واحدة مش بتاعت حب يا بابا، دي واحدة بتدور على مصلحتها. طبعا. وانت مستني ايه من واحده زي دي بعد اللي انت عملته؟ انا قلت لك ايه، هتركب علينا واحد واحد. بحبها يا حسن. بتحبها؟ حبي اللي انت جاي تقول عليه. يا رب استغفر الله العظيم. جبت لك شفشق كبير اهو عشان ما تقعديش كل شويه تطلبي ميه، رايح جاي بكوبايه. يا حبيبي انت تسلم يا رب. ربنا يخليك يا رب. الله شايف يخليك الجواز؟ تسلم. لا الحمد لله شبعان. يا راجل الحمد لله شبعان. الحمد لله. عرفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مستاهل هتقعد بدل زين من اول بكره اسم تسميت. بجد والله واثقه من هذه المعلومات. طب ما يلا بينا نحتفل. يلا عنابي النار يا عنابي يا خدود الحلوة يخرب بيتك. I guess I'll see you tomorrow. I don't know, Ab. I probably won't be around here tomorrow. How come? Gotta do some thinking, make a tough decision. الفيلم الأجنبي ده حلو جدا. ايه ده زين. ما تردي عليه يمكن عايز يقول حاجة مهمة. ايوه يا زين. ازيك يا سالي؟ عاملة ايه؟ لا انا تمام كويس. لا اصلك رديتي من تاني مرة فقلقت عليكي. لا انا كنت بتفرج بس على فيلم والتليفون كان بعيد عني. عموما انا اصلا كنت هكلمك. بجد؟ اصلا انا كنت عايزه اخد رايك في حاجه بخصوص الشغل يعني. طبعا اتفضلي. اصل الاستاذ عمرو طلب مني ان انا اروح معاه الشركه علشان بس التصاميم اللي انا عملتها. لو حاسة انك عايزة تروحي معاه روحي. اصل يعني هبقى انا وهو لوحدينا. سالي اللي انت شايفاه صح اعمليه. تصبحي على خير. ايه ده هتقفل بسرعه كده؟ انا بس كنت عايزة اطمن عليكي قبل ما انام. طب انا كنت عايزه بس اشكرك على حاجه قبل ما تقفل. اصل انا اول مره اقول لك يعني ان انا خارجه مع حد غيرك. ما تفرضش وصايتك عليا بقى وتعمل فيها اخويا الكبير. يمكن اخوك الكبير بقى يثق فيك اكتر او تعب اكتر. تصبحي على خير. وانت من اهلك. خلي بالك من نفسك. ايوه. أنا زهقانة. بقول لك ايه؟ تيجي نتصور مع بعض. يلا. كويس جدا. الله ينور.
رايك يا باشمهندس في الشغل؟ لا بصراحه شغل هايل، تسلم ايدك. الله ينور يا سيدي. ميرسي قوي، ربنا يخليك. طب انا بقالي كتير ما عملتش شوبينج، ايه رايكم تيجوا معايا بقى؟ انا اسمع. لا انا هروح انا بقى راس قبل مراتي ما تقفل باب المفتاح وبات على السلم. مين قال لك تتجوز بس يا اخي؟ يا ريس هكمل مع الشغل واتكل انا على الله. تمام، يلا بينا. تحفه، تسلم ايد اللي عمله بجد. خلي بالك من نفسك بقى، ما تاخريش بكره، ماشي؟ ميرسي جدا يا عموره على اليوم الحلو ده. حبيبتي يا سيدي. باي باي. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات. تسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات. يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات. والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات. والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات. يحملني معه يحملني لمساء الورد الشرفات. لمساء الورد الشرفات.
حلو حلو قوي. لو عايزه افهم في ايه؟ انا يا بنتي اصبري على رزقك يا بنتي، اصبري انت بتشديني ليه؟ انا بس هقول لك. ايه ده؟ يا جماعه انا اجتمعت بيكم النهارده عشان شفت التصاميم بتاعت سالي، وبصراحه شغلها هايل جدا وهيرفع قوي من الشركه. طب انا هستأذنكم يا جماعه. ايه يا زين مالك؟ لو مش عاجبك حاجه في الشغل علق، لكن ما تمشيش فجاه كده وتسيبنا يعني. لا اصلي تعبان شويه. ومحتاجين اي حاجه هتقولوا عليها انا اكيد موافق عليها. على اذنكم. طب يا ريس انا مضطر استأذن. ايه يا حسن انت هتمشي انت كمان ولا ايه؟ هو بصراحة يا ريس اللي حصل دوت ما يستدعيش ان زين يمشي ويجيب مكانه سليم. على اذنك يا ريس. معقول يا عم رجعت تاني واشتريت لي العقد اللي كان نفسي فيه؟ بموت فيك. انت ما جيتش ليه الشركه النهارده يا زين؟ بصراحه يا حسن سالي بقالها يومين ما جاتش الشركه، وانا ماليش نفسي اخش الشركه. انت يا ابني مش ناوي تفوق لنفسك؟ البت دي ما بتحبكش، بتحب عمرو وانت مغمى عينيك عن الحقيقه، ومستقبلك ضايع وشغلك سرقته. ما تفوق لنفسك يا اخي. انت مش فاهم حاجه يا حسن. فهمني، لو انا مش فاهم فهمني. يا حسن في حاجات كتير قوي ما ينفعش حد يعرفها غيري. ده باعتبار ان انت الواصي عليها. حفله وعملنا تورته وجبت، انا ما بطيقهاش ورحت وجبت لها ورد وكل ده عشان خاطرك. في ايه؟ ليه يا اخي؟ ما في مليون واحده في النادي عندك مليان اهو. يا حسن انا بحبها قوي وبموت فيها. حسن انا مش متخيل حياتي من غيرها. بص يا حسن يا ريت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني، لانك ولا هتفهم ولا هتحس اللي جوايا. لو انت مترجم ان خوفي عليك ده شيء بيضايقك انا مضطر استأذن. اقعد يا حسن، اقعد بقى يا حسن. حسن انت ليه مش قادر تفهمني؟ يا حسن انت عارف ان هي اصلا ما بتطقش تبص في وشي. احنا طول عمرنا اخوات يا زين. مالك يا زين؟ متغير ليه؟ حسن انا قلت لك في حاجات كتير مش هينفع ولا لحد. وناوي تعمل ايه دلوقتي يا زين؟ هغير هدومي واروح لها البيت. حتى الولاعة خدتها منك؟ هات اولع يا عم بقى. روح يا زين براحتك وباخد لها الاستفندي. يا حسن الولاعة. حبيبي حبيب امه يا ناس. يا مامي يا مامي كل دوت اسبوع بحاله. روحي رجعتي خلاص حبيبتي، نورتي البيت كله، كل البيت منور حبيبتي. حبيب امه يا ناس، ده الدنيا كلها ملهاش اي طعم من غيرك. معلش عشان الشغل. حبيبتي انت اتأخرتي فعلا عليا. ايه اسيب الشغل يعني؟ لا طبعا. ربنا يخليك. بقول لك ايه، خليكي ثواني هوريكي حاجه. وريني حاجه. ده يا مامتي هتشبكيني ولا ايه؟ بصي ده عمرو جابهولي، وعارفه قال لي ايه كمان؟ قال لي انه بيحبني وعايز يتجوزني. السلام عليكم. اهلا يا زين، تعالى يا ابني الحقني. خير يا ماما في ايه؟ اللي حصل سالي بتقول ان عمرو بيحبها وجايب لها الشبكه. عمرو؟ انا مش عارفه فهمها انت. انا طلبت انت فهمها الحكايه ايه. هو ما فيش حد يفهمها كده كل مره غيري؟
قصدك ايه بكل مره؟ قصدك ان انا مجنونه مثلا؟ لا يا استاذ، انا في احسن حالاتي. اهدي بس يا سالي، عمرو ولا بيحبك ولا حاجه، انت بس موهومه. اسكت انت مالك بينا اصلا؟ انت ايه اللي دخلك في حاجه تخصني؟ انا عرفت انت بتعمل كده ليه. انت غيران من نجاحي صح؟ عايزني بقى ارجع افقد ثقتي في نفسي تاني وترجع تفرض وصايتك عليا تاني. لا يا بابا، ده كان زمان. اسكتي انت خالص، ما تتكلميش لو سمحتي، كل كلامه صح. انت بتقولي ايه يا ماما؟ انت عايزاني اصدق الكلام ده؟ ماشي، انا هثبت لك كلامي. اتفضل الادويه اهي، الادويه اللي انت بتاخديها يا بنتي. انت عندك هلاوس، ده مرض نفسي، هلاوس سمعيه وبصريه، ومش عيب، ده عيا زي اي عيا في الجسم، في المناخير، في برد، في اي حاجه. مرض نفسي وانت بتتعالجي منه. وانا لما كنت مسافره شكلك كده سبت الدواء، عشان كده رجعت لك الحال. ارحميني، انا ما في الصح. انت بتقولي ايه يا ماما؟ ادويه؟ دواء ايه؟ انا مجنونه؟ لا يا ماما، انا مش مجنونه. لا، انا مش مجنونه يا ماما. طب العقد مين اللي جاب لي العقد؟ حد يفهمني مين اللي جاب لي العقد؟ انا اللي جبتهولك، كنت طلبتيه مني، ولما جيت اديهولك رفضتيه. قلت يمكن زعلت عشان اديتهولك عند الشغل، فجبتهولك وحطيتهولك قدام باب الشقه. حتى خشي هاتي اللفه بتاعت الهديه، هتلاقيها هي نفس اللفه. انت كذاب، انت كذاب. محدش كان معايا انا وعمرو واحنا بنجيب العقد ده، ولا حد شاف العقد. والله يا ماما انا وعمرو اللي شفنا العقد. طيب مين بقى اللي كان بيطفي الشمع وقال لي انا بحبك؟ قال لي انا بحبك وهو بيطفي الشمع معايا. عمرو ما كانش معانا في الاوضه واحنا بنطفي الشمع، كان معاه مكالمه ولما خلصها رجع. طب انا هقول لك على حاجه، الكارت انا هجيب لك الكارت، استني. ايه يا ماما؟ ايه؟ بصي عمرو كاتب لي ايه؟ لأجمل مصممة أزياء في مصر، انت وش السعادة علينا، ربنا ما يحرمناش منك، ونكمل هنا مع بعض وماضينا هند وحسن. انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا عايزين تدمروني صح؟ حتى لو كلامكم صح اطلع بره، انا مش عايزه اشوفك خالص، اخرج من حياتي. انا خارج ومش راجع هنا تاني، كفايه بقى. امشي. ياسين الهاني، ياسين الهاني، ياسين سالي يا ماما، سالي شيل معي، سالي. ربنا يدي الشافي يا رب. ميرسي يا دكتورة، ربنا يخليك يا حبيبتي يا أمي. أنا بتلحق وأنا مهدئة دلوقتي، واضح إن هي اتعرضت لصدمة عصبية كبيرة جدا. تستعجلي بحاجة؟ هي كانت بتعاني من حالة هلاوس. طب يا ريت تواظب على العلاج بتاعها كويس جدا، وأنا هاجي بكرة أطمنها. حاضر، متشكرة جدا يا دكتورة. اتفضلي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sally. Happy birthday to you. كل سنة وانت طيبة يا سيد. وانت طيبة انت يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي. وانت طيب يا زين. كل سنة وانت طيبة يا سالي يا بنتي. كل سنة وانت طيبة. ميرسي يا حسن. ده العقد. التصاميم دي بقى يا سالي لو انا قدمتها للشركه الجديده
هيدوني مرتب اعلى من اللي انا باخده في الشركه بتاعتي. عشان كده مش هلاقي احسن من اللي هي قدمت. معقول يا زين تصاميم فعلا طلعت بتاعتك؟ ايه ده؟ ياه، ده زين فعلا هو اللي جاب لي التورته، وعمرو ما كانش موجود زي ما قال بالظبط. معقولة؟ ايه ده؟ وحسن هو اللي جاب لي الورد. انا قسيت عليك قوي يا زين، انا طلعت وحشة قوي. معقول انا عملت كل ده؟ انا مش مصدقة نفسي. كويس قوي ان نجوان صورت علشان اعرف الصح من الغلط. انا اسفة ليكوا، اسفة ليكوا كلكم. كنتش اعرف ان انا كده. يا ريت تسامحني يا زين، انا غلطت في حقك كتير. انا اسفة بجد. مش مصدق. انا كمان بحبك قوي يا زين. سامحني. انتي فين يا هنا؟ وحشتيني قوي. لا، حتى هنا طلعت ياه، معقولة؟ لا يا هنا، انا كنت فاكراكي ان انتي الحقيقة الوحيدة في حياتي. لا، انا مش مصدقة، مش مصدقة بجد. انا كنت محتاجالك. مش عارفة ايه اللي طلعها في دماغي. قالب الدولاب وطبق الهدوم من تاني. بصيت قطع. ايه راح قال لي مش هننام بقى؟ قولي لي يا ماما، هو انت ليه ما قلتليش ان التصاميم اللي انا قدمتها في الشركه دي كانت بتاعت زين؟ اولا ما كنتش موجودة، 2 ما كنتيش هتصدقيني عشان حالة الهلاوس اللي كانت عندك. ربنا يشفيكي على طول. انت عارفه يا ماما، رغم ان انا كنت مبسوطه قوي بفكره ان عمرو بيحبني، بس قلبي وجعني قوي على زين اللي عملته فيه. زين هو في زي زين؟ بصي، مفيش حد في الدنيا كلها يستحملك قد زين. هو ايه؟ اصيل. عندك حق يا ماما، انا تعبانه قوي. يبقى تعالي يا حبيبتي تعالي. ولا يهمك يا بنتي، عيشي الشباب. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش. متبقيش هابية. الله الله الله، ده ايه الحيوية والنشاط ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. روح قلب ماما انت. ماما قولي لي، هو زين ما كلمش؟ خلاص يا ماما، انا مش هسألك تاني. ده بقى شهر دلوقتي، انت عارفة زين مش هيرجع المرة دي تاني. خلاص. ميرسي. ايه يا روح ماما؟ هتفضلي في النكد ده؟ معقولة؟ تبقي نكدية وحزينة ومامتك اسمها فرحة؟ ايه يا بيه؟ افرحي كده. بصي، احنا نسيستم حياتنا على ان زين ده مش فيها ولا كأننا شفناه. انسي خالص.
افرحي كده وانبسطي. ده حتى فريد الأطرش بيقول ايه؟ الحياة حلوة محلى أنغامها، الحياة غنوة بس نفهمها. خلاص ماما بقت مطربة. اضحكي بقى. أقول لك أعزمك على آيس كريم زي زمان، بقالنا كتير ما خرجنا صح؟ نخرج ونهيص ونفرفش. قومي 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 بلا نكد، قومي يلا قومي وحياة ماما وحياة ماما. قومي يا روحاني يلا يلا. ايه ده؟ عمرو؟ لا 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 لا، انا مش ممكن، مش هرجع للي كنت فيه تاني، لا يمكن ارجع. زين؟ ايوه زين يا سالي، انا حقيقة مش خيال. تتجوزيني؟ طبعا الايس كريم ده بتاع ماما صح؟ ايوه. خليها هي تحاسب بقى. طبعا انت ضربة لك يجي 3 4. المعلقة دي اول حاجة في الجهاز. عشت في الحقيقة وزين بقى بين ايديا